ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. تعالوا بقى نخزن البسلة كده مع بعض، واللي مخزنش البسلة واتأخر كده زيي يلحق بقى يجيب البسلة ويخزنها بالطريقة اللي انا بعملها دي. طبعا انا بعد ما فردتها قطعت عليها الجزر زي ما انتم شايفين كده حتت، وخليت المية تغلي، وحطيت معلقة صغيرة من الملح عشان خاطر تبقى مادة حافظة للبسلة بتاعتي، عشان طبعا انا هخزنها وهحطها في الفريزر فتقعد قد ما تقعد بقى. ما تبصي مني، ممكن تحطي ملح او سكر، بس انا بحط ملح افضل يعني. تمام تمام. هي الملح والسكر مادة حافظة. فالمهم بقى ايه طبعا بعد ما الميه غليت قمت نازله نزلت البسله بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده لونها اتحول من لون كده كان باهت لخضار كده، لون فظيع يعني. قلبتها تقلبتين كده في الميه السخنه، تقلبتين بس ما خليتش الميه تغلي عليها، هي دوبك نزلتها في الميه السخنه وشلتها على طول. لونها بصوا اخضر وجميل ازاي. دي الطريقه بقى اللي انا بعمل بيها البسله كل سنه، بصراحه بتبقى جميله قوي معايا. كنت مجهزه طبق ميه وحاطه فيه تلج زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما صفيت البسله من الميه السخنه قمت منزله بالبسله تاني في الميه الساقعه اللي انا حاطه فيها التلج دي، وسبتها 10 دقايق كده وقمت مصفياها تاني. شايفين لونها جميل ازاي؟ والله العظيم لونها مليها حل. يعني انا بسيبها في الفريزر كده تقعد بقى، ده ما تقعد لونها ما بيتغيرش. وبجد جربوها وقولوا لي عملت معاكم ايه. تعالوا بقى ما اقولكوا انا بخزن الكرنب بتاعي ازاي. الكرنب البلدي طبعا بخزنه ازاي وايه الطريقه اللي انا بعمله بيها. طبعا بعد ما بسلق الكرنب بتاعي، اي حد يعني بيسلق الكرنب عادي يعني، بحطه كده فوق بعضه، يعني برص كام واحده كده فوق بعضها فبيبقوا مستويين. يعني بحط كام واحده كده فوق بعضهم سوا واحد، وبقطع العرق بتاعها وبشيل الطرف كده زي ما انتم شايفين. الطرف دوت بيبقى حاجه لا تذكر، يعني حاجه بسيطه خالص، اللي هو يعني ملوش اي لازمه. فبشيله عشان خاطر الصبع معايا يبقى بسوا واحد. ده انا بعمله في التخزين بس كهعمل محشي يومي او حاجه، ممكن ساعات اعمله سريعا سريعا يعني. بصوا شايفين الرصه؟ رصه بصوا يعني جميله، عملتها لكم الفكره دي في اول اما فتحت القناه. كنت عامله لكم فكره تخزين الكرنب بالطريقه دي، كنت عامله نفس الفيديو كده بالظبط، وقلت لكم انا بخزن الكرنب بالطريقه دي. يعني شوفوا بقالي كام سنه بعمل الطريقه دي في التخزين بتاع الكرنب. بصراحة بحبه جدا الطريقة دي جدا جدا جدا. بحس ان الكرنب معايا بيبقى حلو كده، واطلع الرصة برصتها وما بياخدش وقت خالص، ولا تقعدي تقطعي واحدة بواحدة ولا اي حاجة. ما بياخدش وقت والله العظيم، ما خد معايا وقت خالص. زي ما شايفين كده بحطه فوق بعضه فوق بعضه. ماشي انا. وبعد ما برصهم كده فوق بعض واسويهم بشيل العروق دي، شايفين؟ العروق بس هي اللي بشيلها. وبقوم بسوي كده مكان العروق، يعني لو في زيادة ولا حاجة بشيلها. وبعد كده بقطع زي ما انتم شايفين كده في الكرنب معايا بيبقى سوا واحد. وبعدين بقى بيبقى سهل عليكي، يعني بيبقى سهل عليكي كده تطلعي كده وتعبي على طول. شايفين العروق بس هي اللي اتشالت، العروق دي، وبسوي بس مكانها وخلاص كده. وبصراحة الطريقة دي انا بحبها جدا وبعملها من زمان وبتريحني. ما خدش معايا وقت خالص خالص خالص، وحبيت اوريها لكم عشان تاخدوا الفكره لو عجبتكم. ان شاء الله هتعجبكم. مش هتحسوا ان انتوا اصلا خزنتوا كرومب خالص يعني. بس كده شايفين بقى الرصات كده، الرصه برصتها، وبصوا رصات واحده محترفه شايفين حلوه قد ايه؟ يا الكرنب بقى كده الورقه مسويه بعضها، وتلاقوا كده صوابع كلها كده شبه بعضيها. يا سلام. تعالوا بقى نخش على اللي بعده. طبعا بقى قلت رمضان قرب علينا اهوت، كل سنه وانتم طيبين، كلها حاجات بسيطه. وقلت بقى لازم نعمل حبه ليمون كده مخلل، لان الليمون اللي عندي اللي انا كنت مخليه خلص. فقلت نخلي لنا حبه ليمون. بصراحه كانوا حبه ليمون عسل عسل، وكل اللي دقهم من ايدي قالوا لي بجد تسلم ايدك على حبه الليمون دول. قلت بقى اما اعمل لي شويه ليمون تاني عشان خاطر رمضان وكده. وقطعته زي ما انتم شايفين وسلقته،
وهعصفره بس. يعني انا قطعته كده 4/4. الفيديو بتاع الليمون عندي في القناة، وعصفرته وعبيته في البرطمان وخلاص كده.